الاستاذ المحافظ المحترم جدا، وحفاظا مني على استقرار النادي. انا الموضوع بالنسبه لي كان انتهى تماما، والاعلام حتى اعلن والصحف كتبت على تجديد المجلس سنه اخرى. فكان انا اعتبرت كده ان الموضوع انتهى عند هذا الحد، وفوجئت الخميس اول امبارح بان الموضوع ما انتهاش. وحضر لي مجموعات من الجمعيه العموميه وابلغتهم ان الموضوع بالنسبه لي قد انتهى تماما، والمساله مجرد اجراءات فقط، اجراءات قضائيه مثلا. ايوه. اما بلغني الكلام ده تحدثت مع السيد محافظ بورسعيد في التليفون يوم الخميس بالليل. نعم. وابلغته بانني سوف اقوم بما فيه الخير للجميع، واخبرت سيادته بانني ساذهب الى مقر النادي حالا يوم الخميس بالليل مع الاستاذ ابراهيم شيتا وكيل مديريه الشباب والرياض، تجهيز الصيغه القانونيه وايجاد الحل القانوني، وشكرني سيادته على هذا الموقف. تمام. واعلنت ذلك في قناه النيل للرياضه، وقلت بالنص انا ساقدم ذلك لجمهور بورسعيد هديه عيد الفطر. تمام يا بيه؟ تمام. رحت النادي وكانت الجلسه في النادي في حضور مدير عام النادي والمستشار القانوني للنادي، والكلام ده كان الخميس من الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 2 صباحا. وابلغتهم بوجهه نظري في قانونيه الاجراءات، وحتى تكون قانونيا، وحتى حضور السيد المحافظ، لان يا كابتن ما يصحش ان اي اجراء يتم بعيد عن كبير العيله. طبعا. وفوجئت بان يعني ما لوش لازمه. المهم طمئنت الناس في النهايه وانصرفت لبيتي. الساعه 2 صباحا، طبعا ثاني يوم الجمعه مفيش اي اجراء. انصرفت على اساس ان اي اجراء سيتم في مطلع الاسبوع مع بدايه العمل الحكومي، اللي هو اعتبارا من النهارده. اللي هو النهارده. تمام. فوجئت باللي حصل امبارح تحت بيتي. انا عايز اسال اللوم يقع على مين؟ عليا انا ولا على الناس اللي اتاخرت في انهاء الموضوع من البدايه واتعاملت معاه بعدم اهتمام ولا مبالاه؟ مش عارف يعني. انا بسال حضرتك السؤال ده. هجاوب حضرتك بس ما اعرف الموضوع انتهى على ايه. امس طبعا فوجئت باللي تم تحت بيتي بما ما يرضيش اي حد. لا، واحنا ما نرضاش بده. وكأن الناس دي مثلا خايفه على النادي اكتر مني. نعم. طبعا حضر قوات الجيش وحضر قوات الشرطه، وبعد هديه الناس تم صرفهم، وما زلت بسال لصالح مين اللي تم بالامس. مش عارف. النهارده ايه بقى يا احمد بيه؟ انا النهارده طبعا رحت عشان اعمل الكلام ده. طبعا السيد المحافظ ما حضرش، ما كانش موجود النهارده. اتصلت بمكتب سيادته ولقيته مش موجود، جاي بكره الصبح. انا شفت بعض المشروعات القانونيه، وصلت الى الصيغه القانونيه اسلمها للسيد المحافظ وليس لاي حد تاني بكره الصبح ان شاء الله، وهو بدوره ان شاء الله لاتمام بقيه الاجراءات. وبالتالي تبقى انتهت بكل جوانب. الجزء اللي يخصني يا كابتن، يبقى الجزء اللي يخص حضرتك. اي شيء ده مش بتاعنا. لا انت حضرتك بتتنازل عما رفعته. عما رفعته. انا ما بتنازلش عن قانون، انا بتنازل عن اللي يخصني في القضيه. طبعا اكيد حضرتك وانا عايز بس اوضح لحضرتك بس كلمه كده وللناس كلها. نعم. موضوع مهم يخص سمعتي انا. انا ما اتعاملتش مع اي حد بمفرده، وما اتعاملتش مع اي حد في جلسات خاصه. وقلت ان لازم السيد المحافظ هو اللي الموضوع ينتهي عنده. تمام. ومع ذلك ما سلمتش من الشائعات. ده وضع طبيعي في الظروف اللي احنا عايشينها دي يا احمد بيه. البلد كلها شائعات. يعني انا البلد كلها شائعات. انا قلت يا جماعه الموضوع هينتهي في مكتب السيد المحافظ. تمام، وكتر الف خيرك. كتر الف خيرك. لا هو اللي حضرتك قلته يعني اللي حضرتك قلته. مين اللي بيحصل ده؟ والله ما انا عارف. لا بص يا احمد بيه، اولا يعني اذا سمحت لي ان انا اشكرك على مشاعرك الطيبه تجاه ناديك النادي المصري، لانه انت تعلم النادي المصري في امس الحاجه الى رجل عنده القدره الحقيقيه على ان هو يمشي النادي المصري بنفس القوه اللي ظهر بيها السنه اللي فاتت، واللي اتصور هيبقى افضل منها السنه الجايه. ودي مشاعر طيبه جدا من حضرتك، ومن المؤكد ان انت من محبي النادي المصري، ولا بد من انه في اي اطار من الاطارات يتم الاستعانه بحضرتك كمحب لبورسعيد بشكل عام والنادي المصري بشكل خاص. اما فيما يتعلق بالمجموعه اللي جت تحت بيت حضرتك والى اخره، ففي النهايه انت راجل قلبك كبير، وخدها من زاويه ان هم محبين للنادي زي ما حضرتك بتحبه بالظبط. بس انت عارف احيانا الفوران اللي احنا عايشين فيه ده بيسخن البعض. انا بشكرك على مبادرتك الطيبه، وان شاء الله متابع حضرتك بكره بعد تسليمك التنازل القانوني عن القضيه،
وان شاء الله تفرح بورسعيد كلها ان شاء الله في غضون ساعات قليله جدا بتجديد عام جديد للكابتن للاستاذ كامل ابو علي، وان حضرتك تكون من ضمن الناس ان شاء الله اللي يرتقوا بالنادي من اي موقع من المواقع. اشكرك يا احمد بيه، شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا. مبسوطين؟